لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. كليك كاش تطبيق محمله 100,000 مستخدم. كليك كاش تقييماته 4.1. كليك كاش تطبيق للكاش باك. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني حضرتك عندك على التطبيق ده أكتر من 500 محل أو مطعم أو صيدلية أو كافيه موجودين على التطبيق ده. لو انت رحت اشتريت من اي تطبيق من التطبيقات ديت، او قصدي اي مطعم او سوبر ماركت من التطبيقات دي، ومجرد خدت ريسيت ان انت اشتريت مبلغ كذا بالفيزا بتاعتك ولا حاجة او حتى كاش، فانت بتصور الريسيت بتاعك دوت وترفعه على الابليكيشن. في خلال 14 يوم بينزل لك كاش باك. من 7 ل 14 يوم بينزل لك كاش باك على الابليكيشن. تقدر تستخدمهم ان انت تسحبهم فلوس او ان انت تستخدمهم في عروض او مكافآت عن طريق التطبيق. طبعا التطبيق بيقول لك اشتري من اي مكان وكده، لكن الكلام دوت غير حقيقي بالمرة. لو انت لو اشتريت من اي مكان غير اللي موجود على الابليكيشن، او يعني الابليكيشن متعاقد معاه او عامل معاه حاجة زي كده اللي هو كاش باك، فمش هتقدر تاخد اي كاش باك. كمان لو انت اشتريت من اي مكان من الاماكن اللي موجودة برضه داخل التطبيق وما خدتش ريسيت باللي انت اشتريته، فبرضه مش هتاخد الكاش باك. فالكاش باك متوقف على المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت اللي انت هتتعامل معاها داخل التطبيق. اي تطبيق تاني مش هتاخد، او اي اي سوبر ماركت تاني مش هتاخد عليها اي كاش باك. فانت لو انت عايز تاخد كاش باك على كل مشترياتك، يعني ايه كاش باك؟ يعني حضرتك هيجيلك فلوس من فوق الفلوس اللي انت دفعتها. انت دفعت فلوس للمطعم دوت ولا للسوبر ماركت ديت، فانت هتاخد كاش باك ينفعك ان انت تقدر تشتري بيه حاجات تانية، هيوفر معاك كتير. بس طبعا لو انت قدامك عرض مثلا في سوبر ماركت جنب منك بيبيعوا فيه الرز مش عارف بكام، ب30 جنيه مثلا، وانت هتروح تشتريه من سبنس ب35 جنيه، فعشان تاخد الكاش باك فبتهيألي يعني مش هتاخد كاش باك 5 جنيه على كيلو رز، زي ما موجود مثلا في السوبر ماركت اللي جنب منك. طبعا هي كلها سوبر ماركتات كبيرة ومطاعم كبيرة، بيبقى السحب فيها قليل، ويبقى فيها يعني ايه، عايزين يعملوا عروض، عايزين يخلوا الناس تخش عندهم كتير، فبيعمل لك العروض زي كده او ابلكيشنات زي كده بتخش على السوبر ماركتات ديت. ومن يعني بيقولك من دقن وفتله، انت كلنا احنا الاتنين هنسترزق من صاحب السبوبة اللي هو الزبون او المستخدم. فهي فكرة التطبيق زي ما انا فهمتك دوت، اهم حاجة الريسيت، واهم حاجة يبقى من سوبر ماركتات او يعني الاماكن اللي هو محددها لك داخل التطبيق. لو جبت من اي مكان تاني وجبت حتى ريسيت هيقول لك للاسف يا فندم احنا غير متعاقدين مع المكان دوت. كمان التطبيق ده مصري، مينفعش اي حد يعمله في دولة تانية ويحاول يخش عشان ياخد كاش باك ويبعت ريسيت وحاجات زي كده، لان التطبيق مش هيبعت لك اي حاجة. فلو ما كنتش اعرف تطبيق قبل كده واول مرة تعرفه من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لو عندك اي معلومة ايجابية او سلبية عن التطبيق اكتبها لنا في الكومنتات تحت الفيديو عشان الكل يستفيد من رأيك في طريقة استخدامك للتطبيق.